السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة. تنتمنى منكم باش تكملوا معايا الفيديو من الأول حتى للتالي وتسمعوا شنو غادي نقول في هذا الفيديو. شكرا لكم أخوتي وندخلوا في الموضوع اللي بغينا نتكلموا عليه اليوم. جيت نهضر على طاطا بديعة وكل تضامن مع طاطا بديعة. وهذا الشيء والله القسم الى البارح شفت اللايف ديالها. بصراحة بكينا مع ديك المرأة اللي دابا ولينا تنشوفوا ان الانسان تجرد من الانسانيه ومن الرحمه وما بقاتش عنده ذره ديال الرحمه في القلب ديالو. ولينا الاغلبيه ديال الناس ولينا تنقولوا واش عندهم داك القلوب تحجرت. اللي مريضه الله يشافيها، المرض تيعطيه الله سبحانه وتعالى. ودائما تنقولها ونعاودها باللي المرض واحد الحاجه اللي تجي من عند الله. كيفاش يكون عندك الحق انك تدخل وتعاير بالمرض اللي تيعطيه الله وتدخلوا وتسبوا في طاطا بديعه وتشفاو فيها وتعايروها وانتم مازالين في الدنيا ما عرفتوا ربي شنو يعطيكم وما عرفتوا ربي شنو مخبع لكم. وربي الا عطى المرض لشي واحد فراه تيعطي المرض غير الانسان المؤمن وتيبتلي غير الانسان اللي تيبغيه وتيبتلي غير الانسان المؤمن. والناس اللي تتهدر على طاطا بديعه وتتعيب على طاطا بديعه، طاطا بديعه ماشي هي اللي شوهت هاد العائله. طاطا بديعه ماشي هي اللي خرجت الفضائح ديال هاد العائله للسوشيال ميديا. طاطا بديعه عمرها ما خرجت تتضرب في بنات خوها. طاطا بديعه حتى تعرضت هي للغدر من بنت خوها عاد خرجت تتهدر. والناس اللي كانوا البارح تيهضروا تيشهدوا في الدنجاله كما تتقولوا لها نتوما. ما كنبغيش انا هاد الاسماء كلهم هاد التسميات ما عنديش معاهم. كما كنتو نتوما البارح كنا جالسين كاملين وشهدتيو لطاطا بديعه وانتوما اللي عاودتوا لطاطا بديعه وقلتوا لها ها شنو قالت فيك بنت خوك وها شنو قالت فيك وها شنو قالت فيك. وقالت باللي ما تثيقوش في عمتي غداره وعمتي ما تسواش وعمتي ما ديرش. واليوم وليتوا عاوتاني ركلتوا طاطا بديعه ومشيتوا مع الجهه الاخرى. يعني الناس شهدوا في بنت خو طاطا بديعه باللي هي اللي هضرت فيها. ديك الشيء علاش طاطا بديعه خرجت وهضرت وقالتكم انا كنت غاديه معكم بالنيه وانا كنت تنطيح عليكم في العافيه وانا كنت تندافع عليكم ونشد السبان من عند الناس على قبلكم. وظلمت يونس مربوحه على قبل بنات خوها وما خلات ما قالت في يونس مربوحه على ود بنات خوها. وفي الاخير ملي اكتشفت الحقيقه ولقات بنت خوها تتحفر لها وتتهضر عليها في الظهر مع الناس مع اللي يسوى واللي ما يسواش واكتشفت الحقيقه خرجت وما غطاتش الحقيقه. فضحت كل شيء وشهدت شهاده حق اللي احنا قدرناها عليها وتنحترموها عليها وتنحبوها على داك الشهاده ديال الحق. شكون اللي قال في طاطا بديعه سكيريه؟ شكون اللي قال في طاطا بديعه كمايه؟ شكون اللي خرج في طاطا بديعه انها عندها دار الدعاره؟ شكون اللي خرج هاد الاشاعات كلهم على طاطا بديعه من غيرهم هما؟ عمر طاطا بديعه ما خرجت قالت فيهم هما تيسكروا ولا تيكميو ولا تيتحشوا ولا عندهم ديور الدعاره. ولكن هما للاسف الشديد اللي ما عندهمش الحس ديال الكرامه وديال النفس. حيت فاش يكون شي واحد في العائله اللي هي عمتك ولا بنت خوك ولا فاسد ولا فاسده فما تترضاش تقولها للناس حيت هذاك تيبقى منك. كما تنقولوا يدك منك ولو تكون مجدامه. ولو تعرفوا على عمتكم هذا الشيء كان حقيقي فعيب وعار انكم تخرجوا وتنشروه. وهذا الشيء الحمد لله انه ماشي حقيقي. ويعني نتوما خصكم تضربوا طاطا بديعه باي وجه كان وتتهموها باي اتهامات باش تبردوا الغليل ديالكم. وسبحان الله عندكم واحد الحقد
اي واحد حقدتو عليه تتحاولوا تدمروه، اي واحد حقدتو عليه تتحاولوا تدمروه صافي ما يبقاش يبان، كما درتو مع بوكريشه، كما دارت الناموسه مع بوكريشه، وكما غرقات له الشقف، وكما الناس تيتلاعبوا بيها بحال شي كره، وتيتلاعبوا لها بالشرف بناتها بحال شي كره. انا النصيحه اللي غنقدم لك الناموسه، باللي شتي هاد القنوات كلهم للاسف الشديد راكي غالطه، راكي غالطه. صحابك زعما راه غيبقاو معاك للابد؟ للاسف حتى شي واحد ما غيبقى معاك في النهايه. علاش؟ حيت القنوات، ما غنهضرش على القنوات كاملين، حاشا لله، كاينين قنوات المصداقيه، تنهضر انا على هذوك القنوات اللي دابا تابعينك، قنوات اللي تابعين الادسنس وشايفين ان الجهه ديالك فيها الفلوس باش تابعينك، وتيصفقوا لك، تيصفقوا لك على الظلم، تيصفقوا لك على على هاد الحقد اللي فيك وعلى هاد الشوهه. وحتى الا طلعوا في القنوات ديالهم وقالوا باللي انتينا على حق، فراه بينهم وبين نفسهم راهم تيقولوا باللي راكي غالطه وحمقى، كوني متاكده. حتى لا طلعوا نافقوا المتتبع في القنوات باش يدخلوا شويه د الفلوس، فراه ملي تيجلسوا يتناقشوا مع عائلاتهم ومع اخواتهم فراهم تيهضروا فيك بالحماق وتيقولوا فيك حمقى، وكل شيء تيعيب عليك، كل شيء تيعيب عليك، وكل شيء تيضحك عليك. طاطا بديعه اللي من العائله ديالك، شوفي كيفاش بقى فيها بوكريشه، شوفي كيفاش بقى فيها الزوج ديال بنت خوها كيعز عليها وما بغاتوش يكون منزل في هذا الظلم وما يكونش في هذا الوضع. عماتكم الفلوس لواحد الدرجه اللي بقيتو شي كيضرب في شي، الاخت كتضرب في اختها، تضرب في عمتها، تضرب في جداتها، تضرب في خوها، الشكايات بايوب. هذاك ايوب خاي عرفتي شنو هي خاي؟ ولو ما عرفت فين يوصل معاي. وهو ايوب ما خرج وضرب فيكم حتى ما خليتو ما درتو له، حتى بهدلتوه بهاد العائله في السوشيال ميديا، خرجتوا الخنز ديالكم والشوهه ديالكم، فضحتوا بالاسر المغربيه، بهدلتوا المغاربه فين ما كانوا، كاع المغاربه الحرار اللي فيهم النفس كلهم ضدك الناموسه، ضد هاد الافعال اللي درتي، ضد هاد الفضيحه اللي درتي. ما تيهمكم والديكم، ما تيهمكم الناس غاش غيقولوا فيكم، ما تتهمك. احنا تنعرفوا دابا الناموسه راه كما قال ايوب راه طايحه في الفراش بالفقصه. يعني كيفاش هاد الوالدين بغيتيهم يكونوا مرتاحين وانتم الله يسر الخوت غير على الفلوس، مضاربين على الفلوس؟ بعد لك وكان رضعتوا من الادسنس ما رضعتوش من هذيك الام، ما ديروش هاد الشيء هذا، ما ديروش هاد الفضيحه، ما ديروش هاد الشوهه. باي حق تخرجي وتظلمي هذا الراجل هذا؟ ما خفتيش من اللي خلقك؟ الحبل الظلم قصير، وتعيي تطلعي وتعيي تكذبي وتعيي تعطي الفلوس وتعيي تجيبي ناس اللي يعاونوك على الظلم وتعيي ديري. واكيد ربي في التالي غيفضحك، اكيد الحقيقه غادي تبان. الناس اللي تتقول لك علاش تتقولوا بوكريشه مظلوم، بوكريشه الغلطه اللي دار راه تيتعاقب عليها، زلة اللسان اللي غلط في حق القضاء راه تيتعاقب عليها. بوكريشه فاش تشد كان عنده واحد غلط، قال شي كلام اللي ما كانش عنده الحق يقولوه بدون قصد، قالوا بدون قصد، حيت هذاك السيد ما تيعرفش المكر، ماشي شي واحد اللي مطور. يعني كما تتشوفوا غير خبيز ربي في طبقو كما تنقولوا،
يعني غلط ها هو تيتعاقب، ولكن باش نبقاو عليه بالشكايات. خوتي اسمحوا لي تقطع لي الفيديو. كما قلت لك غتبقاي بالشكايات اللي كيدير على هذا السيد ضدو باش زعما يغرق. راه الله سبحانه وتعالى قادر باش يفضحك وباش يبين هاد المكر ديالك. طاطا بديعة، حنا معاك وحنا متضامنين معاك وحنا مع بوكريشه حتى ان شاء الله يبان الحق ديالو. واكيد حنا مع الكلمه ديال القضاء، والكلمه الاولى والتاليه راه تتبقى للقضاء. الكلمه الاولى للقضاء، يعني حنا تنطلبوا ربي باش يبين حق هذا السيد، وحنا كنا متضامنين معاه ومع اسره مغربيه. حنا كذلك متضامنين مع طاطا بديعه. الله يشافيك طاطا بديعه. وانتي الوحيده اللي ادرى بلعبه اليوتيوب، وانتي عارفه باللي هاد الناس كلهم اللي تيخرجوا يضربوا فراه ماشي حيت طاطا بديعه قبيحه ولا حيت طاطا بديعه فيها هذاك الكلام اللي تيقولوا فيها. هما الا ما ضربوش في طاطا بديعه وما قالوش في هذيك الشيء ما غاديش يدخلوا الادسنس. فاحنا كنا تنعرفوا كطاطا بديعه شنو تتسواي، وحنا عارفينك. انتي عمرك ما كنتي باغيه الشتات لهاد الاسره، عمرك ما كنتي باغيه الناموسه تفرق على وليداتها، ويا ما نصحتيها في الخفاء ويا ما قلتي لها ديري عقلك، ولكن للاسف لعبوا بها الناس ولعبوا بها اصحاب القنوات ولعبوا بها بزاف وبزاف. ولكن فاش غادي تعيق غيكون فات الفوت. وتنتمناو هاد الشيء يدار له حد. تنتمناو هاد الشيء يدار له حد، حيت هاد الشيء مرضنا حنا كاصحاب قنوات، ومرض المتتبعين اللي من طبيعه الحال الناس اللي عندهم الرحمه ومازال عندهم واحد القلوب رحيمه. اما اللي مطلعينها على الادسنس واللي ما عندهم ضمير فراهم تيصفقوا لهذا الشيء وفرحانين بهذا الشيء. اخواني اخواتي، تنتمنى ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم هذا الفيديو هذا. وتنبغيكم بزاف، وما تنساونيش من اللايكات والتعاليق ديالكم الزويونه اخواني اخواتي. ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اللي جديد، ومع الف سلامه اخوتي. ودائما تنكملوا الفيديو بالصلاه على اشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. استودعكم لله الذي لا تضيع ودائعه. مع الف سلامه اخواني اخواتي.